يلا بينا بقى على روتين شتوي من الاخر. هنعمل فطار وغدا شتوي بجد هيدفي كده في الجو الساقع اللي احنا فيه ده. اول حاجه كده هنعمل شعريه باللبن. قلنا نفطر بقى كده، نبدا بقى اليوم بتاعنا، اوريدي بيحبوها جدا جدا جدا. قبل اي حاجه كده لازم ندعي لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين واشف مرضاهم وارحم موتاهم وينصر الاسلام باذن الله عاجلا غير اجل، اللهم امين. معاكم دينا ريان من قناه دينا ريان. قبل الفيديو اشتركوا في القناه عشان الصوت تكبر بيكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه كده قلت لهم نفطر ايه. بصراحه كنت زهقانه كده ومش قادره ومسقعانه. نفطر ايه؟ انا مش هننزل نجيب فطار من تحت. قالوا لي يا اما شعريه باللبن، هما بيحبوها جدا وانا بصراحه بحبها. فعملنا كده شعريه باللبن. هي بتتحمر عادي في سمنه، وبعد كده بتحط لها معيار الميه زي الرز بالشعريه كده، بتحط لها ميه يعني نفس المعيار. وبعد كده بسيبها بقى تنشف، ما بتاخدش وقت خالص. وبعد كده بتبقى زي مفلفله كده وجميله، وبنزل عليها بسكر ولبن. في ناس بقى بتحب اضافات تانية، زبيب، جوز هند، الكلام ده كله. لا احنا مش بنحب فيه الكلام ده، احنا بنحبها عاديه خالص. اوقات بحط لهم كيس فانيليا كده يعني نكهه الطعم بس مش اكتر. وبس كده هنفطر بقى ونشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. الفيديو بجد حلو قوي ومشجع، ونتكلم مع بعض في تجهيزات رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن مشتريات رمضان. النهارده بقى نتكلم عن التجهيزات والتفريزات، برضو اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. وفرزنا كذا حاجه مع بعض. النهارده برضو هنفرز حاجه مع بعض، وبرضو هنتكلم عن التجهيزات، هنعمل ازاي، هنعمل ايه، وهنحوش ازاي. هنا طلعت كيس صلصه اللي كنا مفرزينه مع بعض الفيديو اللي فات. الكلام ده اصلا كان الفيديو اللي فات كان يوم الاحد. الفيديو ده اصلا اللهم صل على سيدنا محمد يوم الاربعاء. فكنت شايله كيس الصلصه ده عشان اعمل بيه المحشي النهارده، والكيس ده فيه الاجنحه اللي انا كنت غاسلاها ومنضفاها معاكم يوم المشتريات بتاع يوم الاحد. والبتنجان والكوسه والفلفل النهارده هنقورهم بقى عشان نبدا نحشي المحشي مع بعض. النهارده الميه كانت قطعه وكان اليوم باين من اوله الحمد لله. البوتاجاز كان متبهدل، وقلت بقى هعمله في اخر الفيديو بعد ما الميه تيجي، هعمله معاكم ان شاء الله في الفيديو. سريعا كده اقول لكم على خلطه المحشي. جبت اول حاجه الحله بتاعتي، حطيت كميه من الزيت كده حلوه، نزلت ببصلتين كده حلوين وسط. وبعد كده حطيت قرن فلفل كده رومي، كنت جايبه في وسط الفلفل اللي هحشيه. قلت له هات لي قرن حراق كده، مش حراق احمر يعني، بيبقى ايه نص احمر على اخضر، بيبقى يا بنتي ريحه حلوه قوي للمحشي. ففرمتهم في الكبه كده، وقرن فلفل رومي زي ما قلت لكم، ونزلت بشويه ملح صغيرين عشان يدبلوا معايا البصلايه، ومعلقه كزبره ناشفه. ماما على طول كانت بتعملها، بتديها ريحه حلوه قوي للتشويحه بتاعه البصل. طبعا هنحط معلقه كزبره تاني مع الصلصه، بس انا بحب احطها في الاول كده تتشوح مع البصله، بتدي ريحه حلوه قوي. هنا بقى على العين التانية كنت حاطه حله عشان هسلق الجنيحه. الحله اللي ورا دي كانت بتاعت العدس اللي كنا عاملينه مع بعض. عايزه اقول لكم انا كل شويه بعمل عدس في الشتاء، اوريدي بيحبوه جدا جدا، وبصراحه اكله سريعه ومنجزه وحلوه في الشتاء بتدفي. جبت الميه بتاعت اللي هسلق فيها الاجنحه، حطيت فيها ملح وحطيت فيها نص عود من القرفه، بيديها نكهه حلوه قوي. ومعلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر الحصى، وورق لوري كده حبه حلوين. وهحط مرقه دجاج وملح. لو عندك بقى قرنفل بيودي الشوربه في حته تانية خالص، بس انا بصراحه كانش متاح عندي. هنا لما بكون عندي البصل كله كبير مش صغير ومحتاجه نص بصلايه، بحط النص التاني في الفريزر. بينفعني لما باجي اسلق فراخ او اسلق لحمه، بيبقى ايه بحطها في الشوربه بتاعتهم كده، بتنكه الشوربه. انا بصراحه ما باكلهاش وهي مسلوقه، بس بتنكه الشوربه، بتخلي الشوربه حلوه بصراحه. هنا نزلت بقى بكيس الصلصه اللي احنا مفرزينه، سبته يفك شويه. للاسف على شكل البوتاجاز، لان زي ما قلت لكم الميه كانت قطعه، واخر اليوم بقى واخر الفيديو هعمله معاكم وهخليه زي الفل. هنا بقى هرسه الشطه دي كنت عاملاها معاكم من فتره كبيره، وكنت قايله لكم ان انا هستعمل علبه، والعلبه التانية هشيلها رمضان. هعمل بقى تاني ان شاء الله، لان دي تاني علبه استعملها. العلبه الاولانيه خلصت، الله يعني الف هنا وشفا. انا بعمل فلفل حلو مش فلفل حراق، لان انا بحب دوت، بيدي بقى طعم حلو قوي للمحشي، وكمان بيدي لون حلو قوي. يعني بحط اوقات يا اما بنجر، والله كان عندي بنجر ونسيت احطه خالص في الخلاط، او في الصلصه نفسها وانا بعملها. برضو بيدي لون حلو قوي، طبعا قيمه غذائيه للاطفال. هنا بقى حطيت رشة سكر بعد ما نزلت بالصلصة، ومعلقة كبيرة من الفلفل اللي هو هريسة الفلفل الحلو، ومع نفسهم بقى على البوتاجاز. وسبت برضو الصلصة الشوربة تغلي كده عشان قبل ما احط فيها الجناحة. الجناحة بتاعتي نضيفة وزي الفل، ونقعاها ومظبطاها ومصفياها. برضو لازم هتنزل ميه طبعا عشان كانت في الفريزر، فهصفيها من ميتها، وهبدأ انزل بقى ايه بمشروبة تغلي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا البوتاجاز بقى شغال، واول ما الميه جت قلت بقى الحق نفسي. لكن البوتاجاز ما عرفتش اعمله طبعا، لان كان كل العيون عليها حلل، فخليته اخر حاجه. بصراحه الميه ما بتقطع بتخلي الواحد مش عارف يعمل اي حاجه في المطبخ، وكنت كمان عامله محشي، فالموضوع كبير. فالموضوع كان كبير ومحتاج بقى ايه غسيل مواعين اول باول، فكانش فيه ميه، فالحمد لله. اول ما جت بقى لحقت نفسي كده على طول وقلت اغسل المواعين.
هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم عن تجهيزات رمضان. اللهم بلغنا رمضان، الله فقدنا مفقودنا، اللهم امين. كده خلاص فاضل تقريبا يعني 3 شهور الا حاجه بسيطه، او تقريبا شهرين ونص، والله ما فاكره يعني. تمام. فالمهم قلنا ايه، الايام بتجري بسرعه جدا، هتلاقي السنه بدات خلاص، 1 2 3 خلاص نطينا في رمضان. فاحنا بقى عايزين نجهز لرمضان. النهارده نتكلم على التجهيزات، المره اللي فاتت اتكلمنا على التفريزات، المره دي نتكلم على التجهيزات بعون الله. المره الجايه هنتكلم على التنظيفات بقى، تنظيفات في الشتاء اللي احنا فيها دي، لان طبعا رمضان والعيد هيجولنا في الشتاء، ده اللي اتضحته يعني مؤخرا. فالموضوع هيبقى ايه، صعب بقى، وغسيل سجاجيد ودنيتك كلها تبقى في الشتاء، فالموضوع يبقى صعب. فربنا يعيننا وينا جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجه زي ما قلت لكم التجهيزات، عايزين مثلا ايه يعني، مش بقول لكم مثلا يكون معاكم مبلغ كبير او تعملوا جمعيه وتقبضوها وتنزلوا بقى ايه تجيبوا بقى كل اللي نفسكم فيه رمضان، لا مش قصدي كده. احنا دلوقتي في وقت ما ينفعش فيه ان انت تعملي اولويات للحاجات التافهه اللي هي بالنسبه لنا حاجه مهمه، بالنسبه اللي حوالينا ان هي تافهه، بالنسبه لجوزك بالنسبه لكده تافهه. انا عندي انا واولادي رمضان ده لازم نجيب بقى زينه، ونجيب فروع نور، ونجيب مفرش للسفره، خيميه رمضان، نعمل ستاره. انا بقى عن نفسي بحب اعمل ستاره للمطبخ كده، خيميه رمضان. بحب اجدد بصراحه، بحب اجيب مفارش للتلاجة خياميه. بحس ان انا كده في رمضان بصراحه. اشغل اغاني رمضان واحنا بنعمل الزينه، واحنا بننظف تنظيفات رمضان، ام شغاله بقى اغاني رمضان على التليفون واعليها، والاولاد بيفرحوا. هما كده يعني انت كده بالنسبه لهم بتخترع لهم ذكريات، او بتنمي في عقلهم ذكريات. ذكريات ان ماما كانت بتعمل لنا، ماما كانت بتشغل اغاني رمضان عشان تحسسنا برمضان. يلا عشان نعمل ركن للصلاه، كنت عامله ركن الصلاه تحفه جدا السنه اللي قبل اللي فاتت، كنت عامله معاكم في القناه القديمه. بجد كنت بحب اصلي فيه التراويح بطريقه. كان اولادي صغننين بقى، كنت خلاص بعد الفطار بنيمهم هنا، مش عارفه المواعين كانت بتجري مني ليه، كل ما احط طبق يطير مني، مش عارفه كان في ايه. فالله المستعان. فالمهم رحت فكنت عامله بقى الركن الرمضاني دوت، كنت عامله بقى حاطه المصحف بتاعي، حاطه الاذكار، حاطه المصليه، وفرشه بقى مفارش خيميه رمضان كده على الترابيزه في ركن كده صغير في اوضه الاطفال. كنت بقى اولادي صغيرين، كنت بعد الفطار كده كنت بنيمهم واقعد مع نفسي بقى لصلاه التراويح دي. ممتعة جدا جدا جدا، وراحة بال وهدوء كده. انا بصراحة مش بحب، المفروض احسن لي يعني ان انا اصلي في الجامع وكده، بس انا عارفة لو رحت صليت في الجامع مش هركز التركيز اللي بصليه في البيت، او التركيز اللي بركزه في البيت في الصلاة. اولادي مثلا سايباهم يلعبوا في الشارع شوية، سايباهم يلعبوا مع الجيران شوية، سايباهم يناموا شوية بعد الفطار، فبركز شوية في صلاة التراويح عن ما اكون في الشارع وهم حواليا وفي اطفال غيرهم وغيرهم، انا عارفة ان انا مش هركز. تمام كده. فانا بالنسبه لي بصراحه الوقت بتاع صلاه التراويح ده يعني احلى وقت ممتع في رمضان. بحب بقى ايه، المصحف جنبي بصلي، بسبح، بريح ما بين الاربع ركعات واربع ركعات. ببقى ايه، انا عارفه ماشيه ازاي، فاهمين قصدي؟ ببقى بصراحه يعني بالنسبه لي كده مريح اكتر عن ما اكون في الجامع. فبصراحة لازم يعني ايه تصنعي لنفسك وقت كده لصلاة التراويح بالذات بالذات، لان بجد احلى صلاة واحلى وقت بتعيشي مع نفسك كده في رمضان. ده بالنسبه ان انت بتعملي ركن صلاه كده في البيت، ده برضو من الحاجات اللي هتحسسك برمضان جدا. تعملي تجيبي زينه، تجيبي فروع نور، الحاجات دي كلها جميله جدا جدا، وهتحسسك انت قبل عيالك وجوزك برمضان، لان انت اكتر واحده قاعده في البيت وفي المطبخ 24 ساعه، فالموضوع هيبقى يستدعي ان انت تحوشي له وتشيلي له كده حاجه على جنب، لان فعلا انت حطيتي يعني مش عايزه اقول لك التحويش، احنا طبعا كل ما بنحوش بنمد ايدينا على الفلوس ونصرفها وما نعرفش نرجعها تاني، كلنا نفس ذات الشخص يعني. تمام كده. فانا مثلا ايه، كل ما يكون معايا كده 50 جنيه من المصروف، انا عارفه الموضوع يبقى صعب، 40 50 30، انزلي هاتي فرع نور، انزلي هاتي اللهم صل على سيدنا محمد، فرع زينه، متر خياميه، واركنيه على جنب. ممكن تعملي مفرش لترابيزه، مفرش للسفره، ممكن تعملي منه مفارش صغيره للنيش. الحاجات دي كلها بتحسس الواحد برمضان، وبالذات الستات احنا بنحب الحاجات دي قوي. الحاجات الصغننه دي بتفرق معانا جدا جدا في النفسيه. مثلا مش بقول لك بقى حوشي وحطي فلوس على جنب، لا هتتصرف، انا بقول لك هتتصرف. تمام. فانت كل ما يكون معاكي فلوس ونازله السوق، جيبي متر خياميه، جيبي فرع نور، بيبقى جميل جدا في رمضان. حابه تجيبي فانوس اللي هو الصاج ده، انا بصراحه حابه اجيبه بس خايفه اولادي يبوظوه، لان طبعا اي خبطه كده كده خلاص كل سنه طيبه في الفانوس، فانا هزعل قوي لانه غالي مش رخيص. فمستنيه لما يكبروا شويه، لان نفسي اجيب اللي هو الكبير مش الصغير اللي هو بيتحط في الارض يعني، فاحطه في الصاله. فاللهم صل على سيدنا محمد.
مثلا حابه تجيبي الحاجات الجديده بقى اللي هي الكسترات والحاجات الكوبايات الشاي والحاجات اللي هي مرسوم عليها فنانيس وحاجات رمضان دي بجد تحفه جدا. انا بحب اجيبها اول الحاجات دي، التفاهه دي انا بموت فيها فاحنا كلنا بنحب التفاهه دي. فاللهم صل على سيدنا محمد. فكل ما يكون معاكي فلوس انزلي هاتي وشيلي. انا بحب كل ما يكون كده اجيب الحاجه واشيلها وخلاص وانساها. احط الحاجه ممكن قبل رمضان بكام شهر. مثلا حاجات رمضان طلعت اجيب اسمه ده اللهم صل على محمد علبه مناديل على شكل رمضان اشيلها، مبخره واشيلها، متر خياميه واشيله. واجي بقى على حاجه رمضان قبل رمضان مفرش وكده. مثلا في اول رجب، لا اول شعبان عشان يبقى قربنا على رمضان، اطلع بقى الحاجه الاقي بقى ايه ده، هو انا جبت ده كله امتى، ايه ده انا جبت ده كله ازاي. فلو انت بتجيبي الحاجه وبتحوشيها مش بتحوشي فلوس، لان طبعا الفلوس ما بقاش ليها قيمه. الحاجه يعني جيبي الحاجه احسن لان الحاجه بتغلى. جيبي الحاجه وحوشيها، ما تحوشيش فلوس زي ما قلت لكم كده. الحاجه دي بتفرق جدا. دي بقى تطلعيها عشان تفرشيها، هتلاقي اللهم بارك الحاجه دي ايه ده انا جبت ده كله امتى، انا جبت ده كله ازاي. فالموضوع ما شاء الله بيفرق معاكي. والحاجه طبعا بتعيش معاكي سنه واتنين اللهم بارك ربنا يعني يجعل فيها البركه وتعيش يعني فانت الحاجه انا بستعملها ممكن في حاجات هطلعها السنه دي بقى لها 3 سنين عندي اللهم بارك. بخلص رمضان هاجي على فرش العيد اشيل الحاجه انضفها واحطها في شنطه نظيفه واشيلها بقى ان شاء الله. عشنا كلنا عمر لرمضان اللي بعده. فالموضوع بجد بيبقى حلو قوي. وتجيبي بقى حاجات زياده عليهم، فالحاجات دي كلها تفرق معانا وان شاء الله هوريكم الحاجات دي كلها لما اجي افرش حاجات رمضان باذن الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم امين. نرجع بقى للمحشي بتاعنا. خلصت مواعيني وظبطت دنيتي والصلصه استوت وكمان الجناحه استوت طفيت عليها. هنا بقى جبت من نصيحتي جايه اعمل المحشي وانا لسه اجيب رز وخضره، يعني في اكتر من كده ما شاء الله زهايمر. الله المستعان. جبت الرز كده حطيت عليه الخضره بعد ما قطعتها، نزلت عليهم بسبع بهارات، نزلت عليهم بقرفه جنزبيل، بحط كده رشه بسيطه بيديها نكهه حلوه. وبرده حطيت ايه تاني اللهم صل على محمد، 7 بهارات وملح وفلفل اسمر وكزبره ناشفه وسنه كمون وسنه جنزبيل وقرفه، بيديها نكهه حلوه قوي. انا بصراحه كل مره زي ما انتم عارفين انا بحب اشوح الرز بتاع المحشي كده على البوتاجاز. حبيت المره دي بقى ما شوحوش كده واخليه ياخد سوا كتير على البوتاجاز، لا حابه يكون فيه ايه سوائل كده وطري مش ناشف. حطيت عليه شويه زيت كده عشان يبقى مفلفل وحلو معايا. وهقلب معاكم كده الخضره كلها والحاجه الصلصه. هي ما شاء الله الصلصه تيجي يا دوبك، هسيب بس طبق صغنن كده هيبقى معايا، هشيله مش هجرله اي حاجه. وبرده هيبقى معايا شويه رز محشي طبق صغير برده هحطه في الفريزر. اولادي طلبوا مني ورق عنب فقلت خلاص ازود عليه شويه وهعمل ورق عنب ان شاء الله هعمله معاكم في الفيديو اللي جاي. هنا بقى اللهم بارك قلت بقى احشي الكوسه كله. بحب يعني ايه اللهم صل على محمد، يعني بقى الكوسه بحط نصها والبتنجان 3/4 كده بس يبقى مهوي والفلفل بمليه. ليه بقى؟ عشان انا بحب الرز اللي بينزل من المحشي بتخانق عليه انا والاولاد، فافضل يعني نتخانق نسيب المحشي والحاجه اللي انا حاشيها ونتخانق على شويه الرز اللي من تحت دول اللي بينزلوا من المحشي اصلا. فالف انا وشفا للي كل. هذا كنت مكسله عنه جدا ويوم ما عملته كان الميه اضعف. الله المستعان. اليوم عدى على خير الحمد لله، وغسلنا المواعين وعملنا بوتاجاز وظبطنا دنيتنا، فالحمد لله عدت على خير. فنرجع تاني لموضوعنا زي ما قلت لكم. اللهم صل على محمد. حاولوا حوشوا الحاجه اللي تجيبوها، ما تحوشوش فلوس طبعا. مره على مره هتلاقي الحاجه اللهم بارك كتير. عايزه اقول لكم انا كنت جايبه علب توابل، مش عارفه كنت مصوراها معاكم ولا ايه، علب كبيره كده. بعدين ما جبتها قلت لا انا مش عارفه استفاد منها في حاجه، انا هشيلها للبلح بقى وهي مش رمضان وكده. العلب اللي هي بتاعت اللي هي التركي دي اللي هي البلاستيك المغطى سيليكون، كنت جايباهم كبار ما عملتش بيهم حاجه. فقلت بقى انا هشيلهم، دول شايلهم بقى اكتر من شهرين وكنت ناسيهم خالص. وانا بحط بقى حاجه جديده جايباها رمضان ففي الشنطه، فلقيت ايه ده انا كنت جايبه دول صح ده انا ناسيهم. فاهمين اللي هو ايه ده انت بتجيبي الحاجه وتنسيها اصلا. للمره الثالثه يعني اسفين على شكل البوتاجاز شكله اصلا يكسف. فهنغسله مع بعض دلوقتي ولا كأن حصل اي حاجه. هنا بقى بقول لكم بعد ما قطعت الخضره اتبقى مني شويه هيترموا، لا طبعا ولا يتركنوا هيبوظوا خساره. قلت لا انا هحطهم في كيس وهيتشالوا برضو في حاجه رمضان. شفتوا بقى الحاجه انها ممكن لما تتجاب، انا كنت اصلا عايزه يعني قلت بالكتير حزمتين خضره ابني لما نزل جاب لي 5 جنيه خضره اللهم بارك، اديته 5 حزم خضره. فانا خدت اللي خدته والباقي بقى شلته في كيس كده هشيله برضو على جنب مع الكيسين او ال3 علب اللي احنا عاملينهم بتوع الصلصه كده. اللهم بارك شايلين برضو حاجات حلوه مش وحشه، كل مره كده تشيلي حاجه اللهم بارك على رمضان هيكون عندك مخزون كويس. هنا دول اللي اتبقوا من الرز بتاع المحشي، فقلت انا هشيلهم في التلاجة او في الفريزر عشان المحشي ده اللهم بارك هيكفينا يومين. انا قلت بقى ايه بالمره عشان ما نزهقش بقى كل يوم افضل اعمل اكل، فعمل زودت يعني بزياده وسويته كله. تاني يوم بنسخنه مفيش اي مشكله.
فقلت المحشي بقى يكفينا يومين، والرز ده بقى ايه اخليه ان شاء الله لو رجوا يكملوا محشي اعملوا ورق عنب وازود عليه. بس كده زي ما انتم شايفين. البوتاجاز بقى طبعا كنا هنا كلنا، بس هوريكم دلوقتي صورة الاكل. طبعا نسيت اصوره بعد ما قبل ما ناكل، قصدي بعد ما استوى يعني، قبل ما ناكل نسيت ان انا اصوره لكم. فهصور لكم دلوقتي صوره ليه وهتشوفوه دلوقتي. كان شكله عامل زي، بجد كان طعمه حلو قوي. انا بقالي كتير ما عملتش فلفل وبتنجان وكوسه. احنا كنا جايبين كرنب قبل كده وزهقنا منه، فاللي هو ايه مش عايز اعمل كرنب خالص الفتره دي لما يجي لنا السوق ليه يعني. وهجيب برضو كرنبايه كبيره وهعمل منها حله وهشيل الباقي باذن الله، باذن الله رمضان. فقلت بقى البوتاجاز بالمره، بصوا كان يعني صعب جدا. طبعا كان عليه بقى شعريه وحاجات واقعه فشلتها الاول، وبعد كده قلت بقى ايه اصبنه. الله المستعان، ربنا يعيننا وينا جميعا اللهم امين. فخلاص بقى البوتاجاز بتاعي، وهنشوف بقى شكل المحشي عامل ازاي، وهنختم الفيديو على كده. لو حابين حاجه معينه اعرضها لكم، او يعني فلوجات، او حابين انزل الخياميه واصور لكم، وحابه اعمل لكم فلوج يكون مختلف شويه، عشان بقالي كتير ما عملتش فلوجات. انا بصراحه مش بنزل كتير، فبتلاقوني مش بنزل فلوجات كتير قوي على القناه. فلو حابين فلوجات بقى خياميه وكده، يا ريت تقولوا لي في الفيديوهات عشان انزل الحق اصور لكم. فان شاء الله ربنا يعيننا وينا جميعا. والروتينات برضو حابين فيها ميزانيات ولا روتينات عاديه، برضو الكلام ده كله حابكم تكتبوا لي في التعليقات، يا ريت بس الرد. وبرضو لما بنزل لكم اسعار خضار او فاكهه، يا ريت تقولوا لي برضو عندكم الاسعار زيي ولا اغلى ولا ارخص. في ناس كتير لما بنزل البوستات دي على الفيسبوك بتقولي بصراحه الاسعار دي مش صح والكلام ده، اقول لهم يا جماعه منطقه على التانيه بتفرق. بس كده، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. بحبكم قوي في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.